الوضع بقى كله عبثي، كله استخفاف، كله بدون استثناء لحد، ولا ملاك ولا مستأجرين، كله عبث. الاقي مستأجرين عند ملاك كانوا من شهر 7 بنتشتم، الاقيهم قاعدين معاهم على اللايفات وبيتكلموا. ايه ده؟ ايه العبث ده؟ احنا مش اعداء ولا حاجه، بس ما ينفعش نبقى مشتومين وبص الاقي. ولا انا ما بقتش اصدق ولا واحد من ده ولا من ده، عشان تبقي عارفه حضرتك. وما بخشش على لايفات، خلاص ما بقتش اخش على لايفات. انا بس عشان انا بتوسم في حضرتك المصداقيه دخلت على اللايف بتاعك، لان انا كل يوم بكتشف ايه ده؟ ايه العبث ده؟ ايه العبث واللا منطقيه؟ قانون مش هيمشي حتى لو ما فيش ولا محامي رفع قضيه. قانون بامر الله مش هيمشي، مش هيمشي، مش هينفع. الناس كبيره في السن والناس الارامل والمطلقات ربوا عداوه، الحكومه عملت ولا عداوه. بص حضرتك، ولا عداوه ولا محبه، لكن ما اخشش انا يتحرق دمي والاقي واحد كان بيشتم وبيقول ايه العبث ده؟ الا مصداقيه دي انا اصدق حد فيهم بيتكلم ازاي؟ ولا محامي انا بصدقه كمان بالمره، بالمره. كلام عكس الكلام وكلام غير منطقي وكلام منطقي وطعون ومش طعون. وبعدين احنا بنتكلم مين؟ كل واحد فينا ليه صاحب ملك، كل واحد من اصحاب الملاك دي ليه فكر وليه طريقه تفكير وليه اسلوب. وفي اصحاب ملاك كتير باعوا عمايرهم، خلاص ارتاحوا، بيخشوا بس يهبدوا ويخلوا الناس تعيش. لا مش هيحصل. انا بقول والله وقلبي كده في يقين ان الفيلم ده كله هيقع على الارض، على الارض. واللي استفاد منه استفاد، واللي عمل ريتش عمل، واللي عمل شعبيه عمل، وكله بعون الله. لكن فيلم ان منصه مين؟ منصه مين ونيله ايه؟ اذا كان انا حاجزه شقه من 2014 وبعد ما خلصت حقها قالوا لي باي باي غير مستحقه بعد ما خدوا كل فلوسها. انت بتتكلمي في ايه يا فندم؟ في 6 اكتوبر قالوا لي باي باي بقى وخدي فلوسها زي ما خدتيها في حدائق اكتوبر. ايه راي حضرتك؟ وساكنه في ايجار جديد دلوقتي، انا حاليا قاعده في ايجار جديد. وعايزه اقول لحضرتك حاجه، اول ما الايجار القديم الموضوع ده حصل، الايجارات الجديده زادت. اصحاب شقق الايجارات الجديده عصرونا اكتر، عصرونا اكتر، وقاعدين وساكتين. مفيش رابط ولا حاكم ولا حد يقول لك انت رايحه فين ولا جايه منين ولا غيره. والملاك السعداء المبسوطين المنشكحين، يا حسره يا حسره يا حسره، منشكحين قوي. ده انتوا هيتعمل في رقبتكم شاليمو. عارفين الشاليمو ده بتاع العصير؟ هيتحط كده في رقبتكم وتتشفط دمكم نقطه نقطه. مش انتوا ملاك؟ صحيح انتوا معاكي ملاك حق يا والله. ولاد. اللهم صل على سيدنا محمد. ده انتوا معدي يا ملاك يا فرحانين يا سعداء. انا منقوطه. من الناس الحقيقيه فعلا، اللي بتتكلم فعلا في الحق وبتوصف الواقع بحق ربنا وما بيهمكيش اي حد. فانت دايما ربنا يديك الصحه يا زهقت من مي. الوشوش. ايه ده؟ لا وقت زهقت من وشوش الوشوش. يا فندم؟ ده مش سمر، وشوش، ده انا انا حاسه ان انا بعتبرها في نبض، حفله نبض واقع. هالوين. خلاص. جيتي لنقطة أساسية يا مي، ممكن أمسكها منك لأن ايوه فعلا طبعا أنا يا باشمهندس، طبعا. أولا القضية قضية رأي عام وقضية عامة الشعب، وجميع الطبقة المتوسطة الذين كانوا مستأجرين هم طبقة متوسطة، مهندسين ودكاترة وضباط وقيادة من القيادات الدولة، والدولة قائمة على هذه الطبقة. فطبعا حصل عملية غدر أو تقنين لصوص سابقين بالنسبة اللي تقاضى خلوات وتقاضى مقدمات لتقنين أوضاعهم، وقلنا خلاص بلاش نتكلم في الخلوات والمقدمات. طب الحكومة مصلحتها إيه في دخول قانون زي ده؟ عندها كمية وحدات ما عليهاش إقبال، فمن خلالها لذلك قال لك لمستحقيها. يعني إيه مستحقيها؟ الوزارة لا تملك من يستحق أو غير مستحق. جميع الوحدات الموجودة ينطبق عليها شروط الائتمان في البنوك، ليس التعامل مع وزارة الإسكان يا أستاذ سمر. أي واحد يتقدم بيوضع هنا، بيحولوه على البنك ومستوى دخلك ودخلك ايوه يا منين. باشمهندس. بص يا باشمهندس بدون قطع كلامك، هم بيلعبوا لعبه اكشف كله. يعني ايه اكشف؟ كل واحد معاه شيلن في اي حته. يعني انت معاك شيلن هيبان ان انت معاك شيلن، لان انت هتقدم ان انت عندك شيلن في البنك الفلاني،
عشان اضمن. انا يا مش ريت مش نيتي ده ابص لك في مستوى دخلك فلوسك. كمان يا مي، مستوى دخلك مقيد باستلامك واحد. هل ينطبق عليكي ولا ما ينطبقش؟ لان هم جم في مناطق عشوائيه، في مناطق فيها الصرف سلبي، ومناطق فيها مستوى الميه بالعافيه وغير صالحه للحياه الادميه، وبنوا وحدات تحت مسمى ان دي املاك دوله او بند، يعني مسمى اخر. الموضوع اكبر من كده. هنقول دي قضيه راي عام لما اخش انا مالك ومستاجر وقاعدين مع بعض وقاعدين العمليه سجال، فهنا عبث، بنضيع القضيه. عبث، بنضيع عبث. القضيه اصل كل الملاك اللي بيطلعوا انا واثقه ومتاكده عاملين زي العيل الخايب اللي مسك البشاوره عشان يمسح السبوره. انا بقول لكم اهو، هي احنا هم تحت خط الفقر، مسك البشاوره عايز يمسح السبوره، سيبوه يمسح السبوره. امسح حبيب السبوره، حس بنفسك يا بابا، حس بنفسك ان انت تتشر. دي ازمه نفسيه قبل ما تكون يا جماعه ناس انتوا فاهمين يعني ايه واحد بيستلذ ببكاء الستات؟ واحد عنده الرغبه انه هو يشوه سمع واعراض. يعني هو عايز كده، علم النفس بيقول كده ان كل واحد بيتلفظ بحاجه يبقى ده حاله. شفتوا احنا بنخاطب مين؟ بنخاطب ناس اصلا. الواحد لما يكون شبعان او ابن اصول ما بيتاجرش بالطريقه دي باوجاع الناس. ما بيقعدش يقول يا السحتجيه، لا، بيشوف الوضع القانوني والدنيا، واللي هيرسى عليه هيرسى على الكل بمنتهى الجنتله والاخلاق الكريمه. لكن للاسف احنا للاسف في عبث، احنا في كارثه، كارثه لا اخلاقيه بكل المعايير. اتكشفت وشوش ناس المفروض الكبير في السن ده او اللي يتعدى ال50 سنه، ده الرسول عليه الصلاه والسلام وربنا قال ان 40 اشحال دول بيبقوا اكتر من كده، ولا عندهم اخلاق ولا عندهم ضمير. واحد الشخصيات المفروض انت تتجاوز ال60 من عمرك تسب القريب والغريب، وانا اخش معاك في جدال ليه ولا اقول ليه؟ ده يا عيني شايل بلوى على ظهره، الاستاذ ده شايل بلوى على ظهره، يعني الله يعينه عليها. هو ربنا مش جعل لنا امثال في الارض؟ صحيح. ربنا انتقم منهم. انا مش عايزه اقول اسماء عشان غلط، اللي انا اقول اسماء ناس ربنا انتقم منهم اشر انتقام بسبب افتراهم. حضرتك